الفيديو ده ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفه لانه يوجد فيه كميه اكل قلبك الصغير مش هيقدر يستحملها. اديني بقى فطيرة الشوكولاته. بس وش احمر ازاي؟ فتعالى خدكم جوله عن المكان واحكي لكم واحده واحده عن اكل اللي نزل لنا. بس اول حاجه كنت عايز اقول لكم ان احنا رحنا مطعم ابن مصر اللي موجود في مستورد، وهو عباره عن مكان حرفيا كل اكل نفسك فيه هتلاقيه موجود عندهم، زي مشويات ومكرونات وبيتزات وفطاير وشاورما وكريبات، كل حاجه موجوده. وعندهم قعدات على ترابيزات عادي، بس انا حبيت اعيش الجو النوبي والقعدات. بص الاكل ده يعني محتاج ان انت تريح، فما ينفعش تقعد على كرسي، لازم تقعد على الارض كده زي ما انتم شايفين. وهنا ما شاء الله اول ما الاكل بدا ينزل لنا انا ما كنتش متوقع ان هم هينزلوا لنا الكميه دي الصراحه، فانا كنت قاعد اكلم اخويا بقول له مين هياكل الاكل ده، احنا اتنين بس. اول حاجه بقى نبدا بيها ونسلك المسائل بشوربه وملوخيه. طبعا الملوخيه زي ما انتم شايفين قوامها حلو، بس زي ما احنا عارفين الملوخيه ما بتاكلش غير ودن قطه، المعلقه دي ارميها وكلها بالعيش زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه للشوربه هي كانت ناقصه ملح شويه بس كان طعمها حلو قوي. فاحنا ادينا سلكنا مسائل، فيلا بينا نخش على الجد وهي تورته الشاورما. يا جماعه الناس دي مش بتهزر في الكميات، بالنسبه لمطعم بيعمل كل حاجه ومطعم مصري الشاورما عندهم كان طعمها حلو. فاحنا ادينا خلصنا من جزء الشاورما، فيلا بينا نخش على جزء المعجنات وهي البيتزا والفطير. فاحنا ادينا دخلنا عندهم المطبخ عشان اوريكم البيتزا ازاي عندهم تتعمل بالتفصيل. بتكون عباره عن عجينه واخده صلصه مع شويه جبنه موتزاريلا وفلفل وزيتون، وتخش الفرن تتحمر كده تحميره بسيطه، واول ما تطلع بيقوم حاطط عليها شويه شيش طاووق وشويه فراخ كريسبي ومدخلها الفرن تاني، واول ما تطلع يقوم مغرقها شويه صوص شيدر وشويه صوص رانش لحد ما تجيلنا الجمال ده. انصحكم انتوا تجربوها عشان طعمها عندهم مميز. فاحنا ادينا خلصنا من جزء البيتزا، فيلا بينا نخش على جزء المكرونات. وعندهم المكرونه الوايت صوص بالفراخ الكريسبي ومتغرقه صوص رانش. وبصوا بقى على شده الجبنه، اسيبك انت تتفرج. فاحنا ادينا خلصنا من جزء المعجنات والمكرونات والشاورما. يا جماعه احنا عمالين نخلص اجزاء كتير، فيلا بينا نخش على جزء الفطير. انا كنت لازم اصور الراجل ده وهو شغال، وانا نفسي اتعلم هو بيعملها ازاي. ليا فيديو كده وانا قاعد بقلب في الفطير ان شاء الله. اللي نزلت لنا فطيره صدق، هي كانت بارده شويه بس كان طعمها حلو، اكيد لو كانت سخنه كانت هتبقى احلى. هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. انا بقى رايح مخصوص عشان التورته دي، بس عايز اقطعكم كده واقول لكم حاجه بسيطه، ان هم بيعملوا فراخ مشويه، وكمان عندهم الكريب مميز جدا. بس هو كان عايز ياكلنا كريب، بس انا قلت له كفايه كميه الاكل اللي نزلت دي، فانصحكم انتوا تجربوهم. عندهم الكريب كده لو انت عايز تاخد حاجه سريعه. شايف ان احنا اتكلمنا كتير، فيلا بينا نخش على المهم. كميه مشويات كل اللي قلبك يحبه هتلاقيه موجود، شيش طاووق، لحمه، كفته، فراخ، حمام، كل اللي انت عايزه. فيلا بينا كده ايه نفصل واحده واحده. اول حاجه بقى نبدا بيها الكفته، وكان طعمها حلو وكان فيها ريحه الفحم. وتاني حاجه كنت عايز اقول لكم عليها، انا مش باكل ممبار من اي مكان، بس كان طعمهم عنده حلو وكان نضيف جدا. ويلا بينا نخش على تالت جزء موجود في الوليمه الكبيره دي، وهي الفراخ. وكانت التتبيله حلوه جدا هي والشيش طاووق، وطبعا فراخ يعني توميه ولحمه وكفته يعني طحينه. تقوم جايب لك حته عيش وحاطط جواها لحمه مشويه ومغرقها في الطحينه، وعيش بقى يا معلم. انت ما دام وصلت لهنا فانت اكيد شخص زيي بتحب الحمام. بص يا جماعه الجمال، الله الله، اقسم بالله حرفيا وانا قاعد بسجل دلوقتي انا جعت. انا بعد المنظر اللي انا شفته ده وانا قاعد بسجل معاكم هقوم اعمل لي سندوتش جبنه تركي كده عشان انا جعت والله. وطبعا في الاخر مش هينفع نمشي من غير ما نحلي بفطيره نوتيلا وفطيره كاستر وعليها فواكه. بس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. واكتبي تحت في الكومنتات عن مطاعم تانية عايزين نجربها. وكنت عايز اقول لكم ان ابن مصر عنده فرعين، واحد في مستورد وواحد في مصر الجديده، وبس كده.